السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة العيد خلص ورمضان اللي بيدخل كده على الروح، يعني الحاجات الجميلة. فالمهم كل الحاجات دي خلصت. عيد عيدنا الحمد لله، رمضان الحمد لله صمنا وصلينا وعبدنا. نيجي للحاجات المهمة، للحاجات اللي انت تحس ان انت بتتغفل. يعني انت كأم لطفل، انت مثلا مواليد الثمانينات، طبعا يا جماعة كلكم عارفين الظروف العصيبة اللي بتمر بيها البلاد والعباد الاتنين في واحد. فكان يعني خلصت حلول كل حاجة، ما بقالناش غير حلول العيدية. زي ما بقول لكم كده، انت كطفل كنت اما كنت بقى انت مواليد الثمانينات، كان الحاجة بتضحك عليك. يعني مثلا تروح انت في العيد تاخد عيدية من خالاتك، عمتك، ستاتك، جدتك، جدودك، جنون، كل الناس دي تديك عيدية. كانت ست الحبايب يا حبيبة بتقول لك هات يا ولا العيدية زغرة كده، هون هاتي العيدية لما اشيلها لك. تقدرش تفتح بقك اشيلها انا؟ طب انا ما اقدرش اشيلها ولا حضرتك شغالة مع الريان؟ يعني نفهم بردك، لو انت عاملة عندك اسهم مع السعد، السعد وعدي ادم السعد عرفينا، هتشيلهم لي ليه؟ هتستثمرهم لي؟ فهنشيلهم. فانت بتبدا تدخل في جدال مع امك بقى او ابوك، طب ما اشيلهم انا؟ طب وانا صغير؟ هو انا عويل انا هشيلهم؟ فيبدا بقى يقول لك ايه، مش احنا رحنا عند عمك زرناه؟ فانت تقول له مش عمك اداك 20 جنيه؟ وانا اديت عياله 40 جنيه، كده احنا لينا عند عمك 20 جنيه، تجيب دول في العيد ده والعيد الجاي تديني ال 20 التاني. وتبدا بقى عمليه توظيف الاموال. يا عمك اداك 20 فابوك ردها 40، ابوك يبقى قاعد على اعصابه يا عيني مستني ياخد ال 20 التانيه من اخوه، تلاقي في العيد الجاي يخلف عيل يعني بتبقى هي عمليه تكامليه كده عشناها كلنا. يعني تلاقي مثلا عمك اداك مثلا عيديه 20 جنيه، راح ابوك مرجعها لاولاده، ده 10 وده 10، فكها له. انا مش فاهمه ده عاديه ده ولا ميكروباص بيفكوا لبعض؟ اللي هو يقول له مثلا معاك فكة 20، معاك فكة 5. فأنا بقى طبعا لأن زي كل جيلي، فما حصلتش على العيدية، ما توقعش إن أنا خدت العيدية في إيدي كده. حتى مثلا أبوك كان يجي في العيد يديك العيدية، تلاقيه بالليل بياخدها منك، كل هفسحك والله لا فسحك فسحة جميلة، يعني مش هتسيب لي فلوس وما تفسحنيش. تيجي بقى في العيد التاني يقول لك ده عيد لحمة، طب هات عضة يا بابا، هات عضة. فأنا بقى مارست سلطتي كأم، قلت بقى أخيرا هعرف أسطو على العيدية، وتخيلت إن أنا هبقى أنصح من الجيل اللي طالع. يعني أنا تخيلت يعني أنا هعيش مغفلة من وأنا صغيرة، ولما كبرت بردك عيالي بيغفلوني. فأنا حبيت إن أنتوا تشاركوني اللي حصل معايا، وهتشوفوا اللي حصل كالتالي. فهنبدأ بالولا عماد. ولا يا عماد، نعم يا ست. خد تعالى. نعم يا ست. حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. لميت عيديه قد ايه ولا عمال؟ ليه يا ست؟ ليه؟ انا يعني امي كانت بتقول لميتي عيديه قد ايه، بقول لها على طول بسال يا ولا قول لي لميت يا كام. ست دي خصوصيات عيب. خصوصيات عيب؟ وانا دخلت عليك الحمام يا ولا؟ وانا كنت ولا العيب ايه اللي عيب يا ولا؟ وانا يا واد خدتي في لنتك يا ولا؟ انا لميت كام عيديه؟ معلش يا ست معلش. هو اللي معلش لميت كام يا ولا؟ قول ليه يا ست؟ طب يا ابني بسال. طب بتسألي ليه طيب؟ عايزه اعرف ليه. هعينهم لك معايا، هحوشهم لك يا ولا. تحوشهم لي في بنكك. ايه بنك ده؟ بنك الأم المصرية. هي الام المصريه عندها بنك؟ لا اله الا الله. ايه بنك الام المصريه؟ انا اعرف شبشب الام المصريه لكن ما اعرفش البنك بتاعها. يا ست انت فاكراني نايم على ودني؟ تاخدي الفلوس من هنا، طقم كوبايات جديد يظهر من هنا. لا يا ولا يا عم، انا هشيلهم لك. هشيلهم لك معايا. هشيلهم لك يا ولا هشيلهم. استثمرهم. انا هستثمرهم لك. لا انا هستثمرهم يا ولا ما حدش هيعرف يشيل لك غير امك يا ولا. يا ست، وتشيليهم لي زي الفلوس اللي جات لي اول ما اتولدت، وتشيليهم لي زي الفلوس اللي جات لي في اسبوعي، وتشيليه لي زي الفلوس اللي جات لي في عيد ميلادي، وتشيليه لي زي الفلوس اللي جات لي اما نجحت. يا ولا اقعد يا ولا بصوت اعدادي المعفن اللي بالع ضفدعه ده يا ولا. اقعد امشي يا ولا اعمل. خد يا ست ما تزعلش. ادي 5 جنيه، ده انا لو بسيق لك ازاز العربيه مش هتديها لي. امشي يا ولا امشي.
مش يا ولا، انا ماليش غير الولا محمد حبيب الحته الشمال بقى. ولا يا محمد، نعم يا ست. تعالى يا قلبي، تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى. لميت عيديه كام يا حبيبي؟ عيدية؟ يعني ايه عيدية يا ست؟ يعني ايه عيديه؟ اه. بدأنا العيدية يا ولا لما انت خالتك شافتك وخالك وعمك وجدك وجدتك وعماتك اما شافوك وادوك فلوس. ايه؟ أنا مش فاكر اي حاجة من دول. مش فاكر اي حاجة. يا ولا الفلوس يا ولا اللي ادوها لك وقالوا لك كل سنة وانت طيب. لا آه. دول غالبا دول كانوا عاوزيني اروح اشتري حاجات. تشتري حاجات اه. وبقول لك كل سنة وانت طيب ليه؟ بقى بيقولوا لي كل سنة وانت طيب وانت معانا. بقى وانت معانا ده كليب بقى ده. عشان انزل واشتري لهم الطلبات. يعني كل سنة وانت معانا تنزل تشتري لنا. يعني مش هتديني اي حاجة من الفلوس اللي معاك؟ يا ست انا لو كان معايا فلوس كان زماني مديكي دلوقتي، مش هتأخر عليكي ولا 5 ثواني. يا حبيبي ده انا هعيط بجد. يعني مش هتطلع اي حاجة. انا لو كان معايا يا ست كان زماني مديكي دلوقتي. يا كتر خيرك والله. شكرا يا ست. مفيش اي حاجة طالعة منك يعني. كل سنة وانت طيبة يا ست. ما هو قال لك هنا المصريين لما يقول لك كل سنة وانت طيبة بيبقى عايز فلوس. اتكل على الله. ده للولا سليم بقى. ده بقى ده شرايين. عامل ايه ولا يا سليم؟ الحمد لله. خد يا ولا. فين فلوس العيدية بتاعتك؟ كان زمان. ايه اللي كان زمان؟ العيدية فين؟ ما خدتهاش ايه وانت عامل لي فيها ايه اجنبي؟ انت اجنبي لابس برنيطة. العيدية فين؟ ما ادونيش حاجة، هما بس 5 جنيه اشتريت بهم كيس شيبسي. يعني كانوا عاوزين كيس شيبسي. يعني امك لا اله الا الله. انت بقى ضربوك في الاسم والمحامي بتاعك قال تقول كده؟ انت جاي بتدلق اعتراف؟ ما ادونيش حاجه، رموني على الطريق وقالوا لي اول ما تشوف عربيه ملاكي فين الفلوس يا ولد؟ ما ادونيش هديه، هما بس 100 جنيه اشتريت بهم كيس رز. ما مش كان 5 شايل كيس رز ليه يا عين امك؟ كانوا عاوزين رز يعملوه على الغدا. لا اله الا الله يا عيني يا امه. ما انا لو كان معايا فلوس يا ست كنت اديكي. ما الام المصريه معروفه اللي هي بتحوش لابنائها الحاجات. بتحوش لابنائها ايه؟ الفلوس. بتقول ايه في سرك؟ ربنا يسامحك على الكذب ده. امشي يا ولا امشي. اندهولي بقى فراولية قلبي، فراولية الولا بشعر اصفر. اندهلي الولا مراد ده حبيب قلبي. اندهولي ولا يا مراد حبيبي عامل ايه؟ عارف حركاتك يا ست؟ معاك هدية؟ عارف حركاتي؟ انا بعمل حركات؟ اه. ليه يا ولا؟ العيدية وانا معاك عيدية. انت ما معكش عيديات؟ لا كان معاك. مش ابوك اداك فلوس؟ لا يا كداب. ابوك اداك فلوس صح؟ مش فاكر؟ لا خدت فلوس. انت خدت فلوس وحطيتها في المحفظه بتاعتك اللي هي عليها. امتى ده؟ في العيد. لما خدتها في العيد. يوم العيد يا ولا، يوم العيد. مش فاكر يوم العيد. مش فاكر يوم العيد؟ يوم العيد لما خدت العيديه. مش فاكر ليه؟ لا انت فاكر كل حاجه. طيب لا لما ساره ومحمد ادوك فلوس. مش فاكر ايه يا ولا؟ مش فاكر يا ست. انا كلت امبارح. فاكر كلت امبارح؟ لا فاكر او عارف كل حاجه. فين الفلوس يا ولا؟ فلوس العيديه. انا امي ضحكت عليا وانا صغيره لحد وانا شحطه حلوه كده كانت بتاخد مني العيديه وانا مش عارفه اقلب منكم اي حاجه. فلوسك فين؟ ده ايه العبطوله ده يا ولا؟ ست العيد الجاي هبقى احوشها لك. هتحوشها؟ اجري يا مجدي. اجري يا مجدي. خد هنا تعالى يا ولا.